بيتهيألي كلنا بنحب الأكلات اللي في صينية واحدة أو حلة واحدة، أكلة متكاملة في صينية واحدة، وكمان قدمتها مع رز مش محتاجة حاجة تاني. من أطعم وأحلى الأكلات اللي هتجربوها. أول حاجة هنبدأ بالفراخ. الفراخ أنا قطعتها مكعبات بالشكل ده، رشيت عليها رشة من الفلفل وكمان الثوم البودرة والبابريكا المدخنة. طبعا ضيفوا التوابل اللي تحبوها، حطيتها مع الزبدة وهبدأ هشوحها من على الجنبين لحد ما تاخد لون حلو. هطلعها، انا مش عايزاها تستوي، انا عايزاها بس تاخد لون من على الجنبين وبعد كده هطلعها. انا استخدمت نص كيلو من الفراخ، ممكن طبعا نضاعف الكمية. اهم حاجة شوحوها على نار عالية عشان ما تنزلش مية او اي سوائل. زي ما انتوا شايفين اخدت لون حلو وطلعتها. وفي نفس الطاسة او الحلة هضيف بطاطس متقطعة، انا سبتها بقشرها، طبعا ممكن تقشروها. قطعتها مكعبات بالشكل ده وهبدأ هشوحها عشان البطاطس بتاخد وقت اكتر في السوى من باقي الخضار. هبدأ اشوحها كده دقيقتين وبعد كده هضيف عليها مكعبات الجزر. طبعا ممكن نضيف الخضار اللي نحبه والمتوفر عندنا. انا هضيف بصلاية كبيرة عليها كرفس، وطبعا ممكن نزود بسلة او فاصوليا بتطلع حلوة قوي كمان. ممكن نستخدم خضار فريش او مجمد زي ما تحبوا. هبدأ اقلب كل ده مع بعضه كده، هديله تقليبة. عايزة اقول لكم الروايح خطيرة. بعد كده هتبل بتوابل بسيطة جدا، ملح وفلفل وكمان بابريكا مدخنة وأي توابل للخضار. استخدموا التوابل اللي تحبوها. وآخر نوع خضار هنضيفه هو الكوسة، لأنها بتتهري بسرعة فهضيفها آخر حاجة. هضيفها واديها كده تقليبة، وبعد كده هاخد كل الخضار ده وحطه في الصينية اللي هدخله فيها الفرن مع الفراخ اللي احنا شوحناها. ده شكل الخضار. عايزة أقول لكم شكله وريحته خطيرة كده. خلاص هسيبه على جنب وهنبدأ نحضر صوص زي البشاميل بالظبط. معلقتين من السمنة أو الزبدة، هضيف عليهم معلقتين من الدقيق مليانين بالشكل ده وهبدأ أقلبهم. بحب أضيف هنا نص معلقة من الثوم، وهبدأ أقلب الثوم مع الدقيق كده لحد ما ياخدوا لون حلو، لون ذهبي حلو. ههدي النار وبعد كده هضيف لتر من الحليب اللي هو اللبن، وبعد كده هبدأ أعلي النار وهقلب، وهضيف طبعا الملح والفلفل وهفضل أقلب لحد ما أوصل للقوام اللي أنا عايزاه. أنا عايزاه قوام زي ما انتوا شايفين متوسط كده. هبدأ أحط الصوص بتاعنا على الفراخ والخضار وبعد كده هندخلها الفرن. انا هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 رف وسط. هغطيها اول نص ساعة وبعد كده هنشيل الغطا. وده اختياري طبعا، ممكن نضيف بعدها موتزاريلا وممكن من غير. وبعد النص ساعة بعد ما نضيف الموتزاريلا هسيبها تكمل سوا. وكده خلاص اكلتنا جاهزة تتقدم. قدمتها مع رز ابيض، خطيرة، طعمها حلو جدا وهتحبوا الخضار بالطريقة دي. جربوها ومتأكدة هتحبوها ومتأكدة هتعجبكم. ولو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناة.